تخيل كده ولد صغير أبوه وعمه كانوا أغنياء جدا وكانوا مسيطرين على شركتهم. الأب قوي ومحترم والعم دايما حسده، بس كل حاجة كانت ماشية تمام. فجأة الأب توفى وكل الدنيا للأسف اتقلبت. العم استغل الفرصة وسرق كل الورث وطرد الأم والولد من الشركة. الولد والأم بقوا يعيشوا في فقر شديد، البيت ضيق والشوارع مليانة صعوبات. كل يوم كان أصعب من اللي قبله، بس الولد ما كانش ناوي يستسلم. بدأ يشتغل على نفسه، اتعلم وتعب، والأم كانت دايماً واقفة جنبه. مع الوقت بدأ ينجح خطوة خطوة. من ورقته البسيطة فتح شركته الصغيرة. كل يوم النجاح بيكبر، الفقر ابتدى يسيب حياته ويختفي شوية شوية. الولد اتعلم من غلطاته وبقى راجل شاطر وواثق من نفسه. ومع كل خطوة بدأ يحس إنه خلاص قرب ياخد حق أبوه ويثبت نفسه. ومع مرور الوقت الولد أصبح ناجح وغني وقوي، والعم بدأ يحس بالصدمة. العم اتفاجئ بالنجاح ده، كل اللي خطط له إنه يسيطر بقى كله ضده. الولد واجه العم بكل قوة، رجع حق أبوه واسترد كل اللي اتسرق، وبقت حياتهم سعيدة تاني. تخيل الفرح والقوة والعدالة كلها رجعت. لو كنت مكان الولد كنت هتعمل نفس اللي عمله؟ ما تنساش يا صاحبي تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.